بعد إعلان الحكومة الموافقة الرسمية على إعفاء واردات الذهب للمصريين في الخارج من الجمارك، ظهرت أسئلة كتيرة، ودلوقتي كتير مننا عاوز يعرف يحسبها إزاي وإيه شروط الاستفادة من المبادرة، وهل الإعفاء الجمركي هيطبق على كل أنواع الذهب ولا لأ؟ خليكم معانا عشان تعرفوا هتدفعوا كام لو جبتوا ذهب من بره مصر. أنا ملك ريان، تابعوني. في البداية لازم تعرف إن الإعفاء على واردات الذهب هيكون من الضريبة الجمركية وأي رسوم تانية، لكن ضريبة القيمة المضافة لسه موجودة وهتدفعها، ودي قيمتها 14% من قيمة الذهب اللي هتدخل بيه مصر. طيب هتتحسب إزاي؟ حسب بوست منتشر على فيسبوك، خلينا نفترض إن معاك ذهب وزنه 150 جرام، سواء بقى كان مشغولات أو سبائك. المهم تثمين الذهب بيتحدد بناء على سعر اليوم، وفي الحالة دي لو معاك 150 جرام ذهب عيار 21 وسعر الجرام 2550 جنيه مثلا، يبقى الثمن 150 جرام هو 382500 جنيه. هنضرب المبلغ ده في 14%، هتطلع قيمة الضريبة المضافة 53550 جنيه. أما بقى لو معاك دهب 150 جرام بس عيار 24 وسعر الجرام فيه 2914، يبقى كده تمنه 437100 جنيه. وعشان نحسب الضريبة المضافة بس من غير أي رسوم تانية، هنضرب 437100 جنيه في 14%، وهتطلع لنا قيمة الضريبة 61194 جنيه، وده من غير حساب رسوم الدمغ والفحص والتتمين. ورسوم التتمين لوحدها بتوصل ل1% من القيمة الإجمالية للسبائك بس. فلو اتطبقت على السبيكة عيار 24 هتبقى قيمتها 43710 جنيه. يعني كده لو هتدفع ضريبة القيمة المضافة زائد رسوم التتمين يبقى الإجمالي 104904 جنيه. لكن لو هتدفع ضريبة القيمة المضافة بس المبلغ هيبقى 61194 جنيه. لكن على الناحية التانية شعبة الذهب أكدت أن ضريبة القيمة المضافة بتتحسب على قيمة المصنعية مش قيمة الذهب حسب موقع القاهرة 24. وحاليا قيمة الذهب القيمة المضافة على جرام عيار 24 9 جنيه و24 قرش، وعلى جرام عيار 21 6 جنيه و16 قرش، وعلى جرام عيار 18 9 جنيه 24 قرش. ودلوقتي بقى نيجي للسؤال التاني، ايه شروط الاستفادة من المبادرة؟ اولا الإعفاء هيطبق على الاشكال نصف المشغولة والمعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات واجزائها من معادن ثمينة. ثانيا الإعفاء ده مش متاح على أصناف اللؤلؤ الطبيعي أو المزروع أو الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة المركبة أو المرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها. ثالثا مدة الإعفاء 6 شهور بس. رابع حاجة معانا الإعفاء هيكون على الضريبة الجمركية والرسوم التانية، بس ضريبة القيمة المضافة موجودة وهتدفعها زي ما قلنا في أول الفيديو. المفاجأة الكبيرة بقى إن مفيش حد أقصى للكمية اللي ممكن تدخل بيها، ده اللي أكده مساعد وزير التموين دكتور إبراهيم عشماوي في تصريحه على قناة صدى البلد، وقال إن القرار جه في وقت مناسب لأن ده موسم نزول المصريين لمصر علشان يقضوا الأجازات مع أهلهم، وبكده أي حد منهم يقدر يجيب الكمية اللي عاوزها من السبائك والجنيهات الذهب ويدخل بيها من الموانئ أو المطارات ويدفع عليها ضريبة القيمة المضافة وبس. ودلوقتي بقى نيجي لسؤال مهم، الناس اللي جوه مصر هتستفيد ايه من المبادرة دي وازاي؟ المبادرة دي هتزود حجم المعروض من الذهب في السوق، وبالتالي هتقدر تشتريه بقيمة عادلة مش بأعلى من السعر العالمي زي ما كنا بنشوف في الأيام اللي فاتت. وعشان الأسعار في السوق تظبط ممكن نشوف تحسنات على بداية الأسبوع اللي جاي، ومع الوقت هتلاقي سعر الذهب في مصر مساوي مثلا لسعر الذهب في السعودية والإمارات. ودلوقتي قول لنا بقى، لو انت شغال بره مصر شايف المبادرة مناسبة ليك ولا لا؟